مصيبة الشات النهاردة اللي بيخش ده، روح خابط، تروح طلع له واحدة، هاي اسمك ايه؟ جاتك 60 نيلة وانت كمان، طيب عاملة ايه؟ بتاكلي ايه؟ انت منين؟ طيب ما تفتحي بقى الكاميرا عشان اشوفك. طيب ما ده وصل الامر والعياذ بالله الى الجنس عن طريق الزفت، الانترزفت، وعن طريق الكاميرات اللي موجودة والبلاوي دي. طب جاهد نفسك بقى، انت عارف السكة دي بوضوح. انا ما فيش في جيبي ولا مليم مثلا يعني، اروح عند بتاع اللحمة وهو عمال يشوي لحمة وريحة الشوي طالع وانا شم. طب وبعدين اخر الشم ده ايه؟ انت معكش فلوس، يبقى اما هتمشي وبطنك بتتقطع وكل شيء عمال تبص، يا اما هتمد ايدك خلاص كلت اهو هتطلعها بقى من بطني. ما ينفعش. يبقى تحترم نفسك، يبقى تجاهد نفسك ان سكة النساء دي اقفل. اتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. احنا مصيبتنا التساهل. عارف التساهل يعني ايه؟ يعني مثلا ايه، واحده مثلا زي حالك، ازاي صحتك، مثلا زميلتي في الشغل، طب ازاي، والطالبه في الجامعه، وانا طالب، هاي باي كاي فاي، اخبارك ايه، مش عارف فطرت ايه النهارده، مش عارف انت مثلا. عادي يا عم، دي عادي، دي زميلتك. طب وانت لو رحت البيت خبطت على ابوها وطلع لك ابوها راجل حمش كده بقى، عايز ايه يا ولد؟ تقول له والله بنتك بس عشان عايز اتحاور معاها، دب على قفاك. هتروح الجامعه تقول لي بتحاور معاها عشان موجوده في الجامعه؟ واحده لاي قدر طلعت تشتغل، انت مالك ومالها؟ ايه اللي فطرت؟ انت مالك انت؟ فطرت ولا ما فطرتش؟ شربت الشاي ولا لسه؟ انت مالك انت؟ الله. وايه النهارده مش عارف لابسه ايه وعامله ايه؟ التبسط ده والله العظيم بيجيب بلاوي. فجاهد نفسك. الراجل راجل والست ست. كانوا عاملين عندنا مؤتمر في بلادنا سنة 95 اسمه مؤتمر السكان، حاجة الله لا يوريك، بهدلة. الباب السابع فيه بقى الراجل يتجوز راجل والست تتجوز ست والراجل يتجوز كلب والواحدة تتجوز قطة، القطط، النظام الأسر حاجة بلاوي. اخوانك بقى الله أكبر راحوا شاركوا في المؤتمر، قال لك عايزين حاجة، الخلاصة ايه؟ راحوا جايبين يافطة كبيرة قوي كده حاطينها، الديك ديك والفرخة فرخة، بس الديك ديك والفرخة فرخة. عمر الديك هيبقى فرخة؟ لا. عمر الفرخة تبقى ديك؟ لا. ناقشوا اللي انتوا عايزينه بقى، انما الديك ديك والفرخة فرخة. اتجنوا طبعا. الراجل راجل والست ست. انت عايز ايه؟ لا، مساواة الرجل بالمرأة، الاتنين زي بعض. كان عندنا اذاعة زمان تقول لك يطلع واحد مذيع يقول لها ايه؟ صديقاتي. تطلع الهبلة تقول له صديقي. الله، ايه اللي صديقتي وصديقي؟ ما تنادي على صديقك، انت راجل، وانت نادي على صديقتك. لا، عايزين يميعوا القضية زي النهارده في قناة الجزيرة وقنوات فضائية، يجيبوا لك الواحد قاعد وواحدة قاعدة جنبه، ايه دول؟ بيقولوا النشرة لمين؟ لبعض. هو يبص له وفي نبأ عاجل يتروح قايل له ايه؟ وقد صرح ولا الله. انت يا ابني بتقول لها النشرة؟ امال احنا قاعدين نتفرج عليكم؟ وايه الهبل ده؟ احنا عايزين نسمع النشرة. لا، بيقولوها لبعض واحنا قاعدين. وساعات يتهبل ويجيب لك واحدة بقى، ده اللي بيغيظني، بتقول النشرة على فكرة بتبقى موجودة قدامه في كاميرا، بتاع كاميرا كبيرة كده، الكلمات هي بقى قاعدة بصة كده وبتقرا، قاعدة بصة وبتقرا مش من قدامها، وعاملة ميك اب وعاملة شعرها الله لا يوريك، وكل شوية تروح ايه منزلة شعرها كده عشان شعرها يقع تحت، وبعدين انت عايزة ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. انا هو انت بتقرا النشرة في شعرك؟ وبعدين انت ما تجيبوا لنا حد يقرا النشرة من الرجالة يا ناس. لا خلاص، بص، تمييع القضية. جاهد نفسك، ابعد عينك، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. حتى لو جت بص حواليها كان ما تبصلهاش هي، بص حواليها كده عبال ما تجيب الايه؟ التقرير الاخباري المصور. انما ابعد عن سكة النساء لان فتنة عظيمة جدا. فجاهد نفسك لان الاذنان تزنيان وزناهما السمع،
والعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس. اوعى تمد ايدك تسلم على واحده، واي راجل يسلم عليك ما تمديش ايدك. في رجاله تلمه، واحد تلم اول ما يشوف واحده ازيك ازيك. انت خليكي جدعه، قبل ما هو يمد ايده تكون انت مطلعه منديل على طول، امسكيه في ايدك اليمين واعملي كده، اهلا استاذ الصحه، اهلا الحال، اهلا اهلا. ناس ما تمديش ايدك. واحده تقول لي طب معيش منديل، خليكي جدعه، فكري في وضعك بسرعه. انت متوضيه ولا لا؟ متوضيه. اما يجي استاذ معلش والله اصل انا متوضيه، مع انه ما فيش حاجه على فكره، يعني حتى لو متوضيه ممكن تسلم، بس قولوا لا والله انا متوضيه معلش. طب هتقولي طب انا مش متوضيه، اول ما يعمل لك كده زي معلش والله اصل انا مش متوضيه والله معلش الحمد لله بس وخليه هو لما هيمشي هيقول الله هي بتقول ايه؟ بتقول مش متوضيه. طب ما خلاص بقى مشي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، حديث رواه الطبراني والبيهقي، ان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له، اي لا تحل له ان يلمسها. إذا